5 حيل يوتيوب سرية لو استخدمتهم الفيديو بتاعك هيطلع فجأة. والحيلة رقم 4 اغلب الناس بتبوظها خالص. المشكلة مش في المحتوى، المشكلة انك مش بتلعب بقوانين اليوتيوب الصح. خليك معايا هقولك ال5 حيل السرية اللي محدش بيشرحهم خالص. اول حيلة معانا اللي هي اول 5 ثواني. اول 5 ثواني دول بيعتبر اختبار يوتيوب بيشوف المشاهد هيفضل ولا هيقفل الفيديو بدري. اخطاء ما تعملهاش: ما تبدأش اول حاجة بتعريف مثلا المشكلة، غلط. ابدأ مثلا بمشكلة او صدمة، مثلا الغلطة دي دمرت قناتي. الناس بقى هتبدأ تشوف لا الغلطة دي دمرت قناته، نبدأ نشوف الفيديو كامل عشان ما نعملش الغلطة بتاعته. الحيلة التانية اللي هي العنوان والصورة مصغرة. العنوان والصورة مصغرة اعتبرهم لعبة نفسيا. يعني ايه؟ يعني العنوان يسأل حاجة والصورة تستفز مثلا بالفضول. مثلا ما تكررش نفس الكلام في الاتنين. يعني ما تكررش العنوان مثلا تكتب كلام في الصورة تكتب كلام تاني، لا. تمام. بعد كده خلي المشاهد يدخل غصب عنه الفيديو، هيلاقي الصورة مصغرة حلوة والعنوان حلو فهيبدأ يدخل على الفيديو على طول. الحيلة التالتة لازم يكون كلامك في اول دقيقة لازم يكون سريع. لو الكلام بتاعك بطيء في اول دقيقة مشاهد هيبدأ يمل ويوتيوب يبدأ يقفل الفيديو ويبدأ يقلل الانتشار فيه. والحيلة الرابعة معانا اللي هي السرية اللي هي اول مشاهدات بتجيلك على الفيديو. يوتيوب بيختبر الفيديو على عدد قليل الاول من الناس، بيشوف هل هم كملوا، هل عملوا لايك للفيديو، هل علقوا في كومنت مثلا في الفيديو ولا لا. بعد كده لو لقي دول شغالين بيبدأ الفيديو يطير ويبدأ يكبر الفيديو ويزود المشاهدات زيادة. الحيلة الخامسة: ما تسيبش المشاهد يهرب في الاخر. يعني ما تعملش نهاية مملة ولا تعمل اي حاجة من الحاجات دي. دايما سيب بس نقطة في اخيرها هتفرق معاك جدا. يعني مثلا تقول في في اول الفيديو مثلا النقطة الاخيرة هي دي اللي هتفرق معاك الفيديو خالص. هيبدأ بقى المشاهد يشوف لازم يشوف الحيلة رقم 5. لو استفدت من الفيديو ده اعمل لايك وسبسكرايب وقول لي انهي حيلة اول مرة تسمعها، واستنى الفيديو الجاي. مع السلامة، سلام.